وإياكم تخليو الدراري الصغار في الدار بوحدهم عقابا لهم على شي تصرف داروه. ممكن تعلموهم يبقاو في ديورهم، ولكن باش يعتمدوا على نفسهم. ولكن انكم تقولوا اليوم غتبقى في الدار غنسد عليك حيت درتي هذا الفعل وهذا دير هذا الفعل، وياكم وثم وياكم، لان بسبب هذا التصرف ممكن توقع كارثه. وهذه وقعت لي انا شخصيا. انا اليوم في العمر ديالي 33 سنه، ووقعت لي وانا عندي 9 سنين. انا كنت طفله مسالمه، باش تعرفوا كنت طفله مسالمه جدا. تعودت انني نبات بوحدي، ما كاينش مشكل، بحكم ان الاب ديالي الله يرحمه توفى وانا مازال صغيره. خلاني انا واختي وخويا. الام ديالي مسكينه كانت كتمشي تخدم، كانت عندها الخدمه، كتخدم بالليل وبالنهار. الله يدير تاويل الخير والله يسمح لنا من الوالدين. انا من النوع اللي ما كنتش كنحمل نبات عند جده ولا داكشي. عزيزه عليا ماما، كنت مولفه ماما لواحد الدرجه كبيره. كانت كتقول لي ماما خاصك عاد غتقيب بوحدك. تنقول لها ماشي مشكله ماما، سورتي عليا والغد ليتي ملي غتجي غتحلي عليا. وكذلك ملي كتكون خدامه بالنهار كنقول لها ماشي مشكل، سورتي عليا في العشيه ملي غتجي تحلي عليا. فكانت عندي انني مساله نبقى بوحدي شي حاجه عاديه. ولكن نهار فكروا يخليوني بوحدي عقابا على واحد التصرف درتو، تما كنت غندير كارثه. وهذا الشيء هو اللي ما بغيتكمش تطيحوا فيه مشاهدينا. طبعا الحال هذه القصه غنعاودها لكم في قناتكم حكايات يوميات. وقبل ما تكملوا القصه ما عليكم الا تابوناو وتفعلوا الجرس، حركه اكسبلور، كومونتير او بارطاج، لان اقسم لكم يمينا كنجيب لكم حكايات اللي للعبره. وهذه اقسم لكم يمينا وعزه جلال الله الا وقعت لي انا شخصيا. انا ملي كنت صغيره قلت لكم انني متعوده انني نعيش بوحدي بما جات ماما من الخدمه. اختي كانت مولفه خالاتي، لانني انا واختي متابعين في العمر، زادت بيناتنا غير عام وشهرين يعني مطاردين. فخالاتي كانوا كيديو اختي عندهم بزاف باش ماما ما تبقاش على بزاف التربيه. فانا بقيت في الدار متعوده انني نبقى بوحدي وما مولفاش خالاتي، مولفه نبقى بوحدي. كبرت بحال هكاكين حتى درت 9 سنين. درت 9 سنين تحولنا من المحل الكرا اللي كنا عايشين فيه ومشينا لواحد المحل اخر في العشوائي تزامنا مع الوقت الحمد لله. هذيك الدار كانت كبيره داير عليها غير السور والضاله. واحد نهاريات ماما خدامه وجاو عندنا العائله وكنا معروضين العرس ديال ولد خالتي. وهذاك العرس كنت معوله انني انا غنمشي ليه بحالي بحال كلشي. ماما خدامه قالت لخالاتي ديوهم معاكم نتوما يردوا لهم البال. فعلا جاو خالاتي عندنا دوزوا معنا داك النهار حتى العشيه عاد غنمشيو لان العرس كان في العشيه. ايوا داك الدار اللي كنا ساكنين فيها ديك الساعه باقي ما فيها لا ما لا ضو. كنا كنمشيو نزقيو من العوينه وكنعمروا البوطه وكنديروا ديك الفتيله في وسط النهار. ما عرفتش ما عقلتش شنو وقع، ما عقلتش شي مشادات كلاميه بيني وبين الاخت ديالي اللي بيني وبينها غير عام وشهرين. وقعت شي حاجه اللي بقيت انا وياها مشادين. فالعائله اش داروا؟ حقا انت اللي ظلمتي، غيعاقبوني. باش غيعاقبوني؟ انهم ما غيديونيش معاهم العرس. قالوا لي والله الا مشيتي معنا غتبقاي في الدار بوحدك، انت ما كتسمعيش، انت راسك قاصح، غتبقاي في الدار بوحدك تجي امك غتمشي معنا غديري لينا القباحه غديري لينا الصداع، تجي امك بقاي في الدار. رغم انني انا ما كنتش كندير القباحه في صغري، ولكن طبيعه الحال في العائله دائما كيكون واحد التحيز لواحد الشخص معين، دائما كتكون هذا عز من هذا. فانا داك النهار لانني تخاصمت مع اختي اعتبروني انني انا اللي غلطت، فقرروا يعاقبوني انني نبقى في الدار وغيديو غير اختي معاهم وانا غنبقى بما جات ماما. وتصوروا ان طفله يلا عندها 9 سنين غتبقى في واحد الدار كبيره يلا تحولوا ليها بوحدها ما فيهاش الماء وما فيهاش الضوء. كناش كنديروا، كان عندنا واحد البرميل كبير ديال 120 كيكون كبير عنده غلاقه دايره بحال هكا وكتكون عنده واحد السداده. فانا بقيت بوحدي داك البرميل عامر ما وعنده ديك السداده ديالو مسدود. عندنا البوطه فوق واحد البلاكار كبير. اش غندير انا؟ مشاو هما بقيت نتكردد ونبكي وداك العصاب وخلاوني بوحدي وحقروني وتعرفوا داك الظلم ملي كيتعرض ليه شي حد. وبقيت صافي تما بداو يطيحوا لي افكار جهنميه. ما نكذبش عليكم، شديت هذاك البرميل الكبير ديال الماء اقسم لك يمينا اقسم لكم يمينا كنعاود لكم الحقيقه. شديت هذاك البرميل ديال الماء بقيت مضاربه معاه تدفعته بحال هكا طيحته
طيحته ما قدرش يتخول لان فيه ديك السداده ديال الحديد. فاش درت؟ وتصوروا ديك الساعه كنقول لكم حنا باقيين يلا محولين الرحيل باقيين حاطينه في الارض، يعني السدادر بونجات المضارب المخاد باقي مستفين في الارض، كلشي باقي مستف في الارض. غنطيح داك البرميل وغنطلع ندير ليه بحال الحمار، غنركب فيك منه بقى نزعلن 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 نزعلن. اش قال لي راسي بحال بديت كنتلف الوقت، شديت هذيك البياسه بديت كنلعب بها اللي سادين بها البرميل 120 لتر ديال الماء. من هزا ديك الحديده اللي كتكون السداده بحال شكل تاع السداده، فرصيت وهزيتها مع غنهزها الدار غتولي بيسين، وانا باقا صغيره ما كنعرف لا نجفف ما كنعرف نشقى ما والو. والماء مشى ليا تحت السدادر وداكشي ولا كيعوم في الماء وما كاينه معايا حتى شي حد، ما كاين معايا لا كبير لا صغير لا شي حد اللي غيعاوني. بركت نبكي، مشيت نتسلى في الجفايف من عند الجيران، وحنا راه عندنا جفايف ولكن ما عرفاش ماما فين حاطاهم لانني باقا صغيره باقا ما كنعرف والو. مشيت ندق على الجيران اللي يلاه تحولنا حداهم، عطاوني صالو جفاف، جيت بوحدي نعصر وندير وداك وما عارفاش داك الجفاف كيفاش غندير ليه لانه الدايه كبيره ما عارفه واش غنكرط ولا. كنشد داك الجفاف كنخويه في نخشيه في الماء ونهزو نعصرو ونديرو في السطل، وداك الماء كثير. ايوا وبدا المغرب يغرب، وانا ماما ديك الساعه كانت كتخرج السبعة، يعني عندي ما كتوصل كتشد طاكسي وداكشي ما كتوصل عندنا حتى 8 لاروب 8، والمغرب بدا يغرب وانا داك الفيضان كثير ما بقى كيبان ليا والو باش نكمل داك الماء نجمعو، ما بقى كيبان ليا والو. فاش خاصني ندير؟ خاصني نطلع نشعل البوطه، والبوطه كانت صغيره والبوطه الصغيره راه اخطر من البوطه الكبيره. فطلعت شعلت البوطه، كندور البوطه كندير داك النفس هكا ما بغاتش تشعل ليا لانه البوطه محطوطه الفوق، وانا واخا درت الكرسي واخا درت برامل ما قدرتش نوصل لديك الفتيله، قدرت نوصل غير للراس لكن الفتيله ما قدرتش نوصل لها. فملي بغيت نشعل ما بغاش تشعل ليا، انا جاب لي الله انا ديك الراس ما عرفتش كيفاش نسدو، واش نحلوه ولا نسدوه هوك ولا هوك. شو وليت دايره؟ وليت مدوره الراس كامل، ولا طلعت الكاس البوط في الدار كامله كتقلب. خرجت شديت كرسي وبركت كنبكي قدام الباب. نقولوا الغاديين نقولوا الجايين، نقولوا الغاديين نقولوا الجايين. دايره بحال ديك اليتيمه، الدار ما قادره ندخل لها لانها غارقه ماء وفيها ريحه الغاز، خايفه نشعل البوطه تفرقع عليا. كنخمم ان ماما غتجي وغتلقاني دايره ديك الزبله والعصا اللي غناكلها. بقيت شاده الباب، جات عندي واحد الجاره ماكي قلت لها شنو واقع شنو واقع. ما قدروا يديروا معايا والو، الدار كانت كبيره 70 متر ولا 80 كلها عامره ماوات، الغاز مطلوق، دخل مع الباب تشم ريحه الغاز تخنق. ايوا بقيت كنتسنى نتسنى نتسنى نتسنى. هزيت عينيا بانت لي ماما جايه مع راس الضرب، مشيت زعما غندير لها ديك اللعيبه ديال نسبق لها الهضره ونبدا نبوس لها في اليدين داكشي باش ملي تجي ما تعطينيش قتله ديال العصا. انا ماما عرفتني ملي شافتني بديت كندير كوك عرفتني دايره شي زبله. جات لقات هذيك الدار هكاك دايره. ما نعاودش ليكم، كليت ماكله الطبل نهار العواشر، كليت ماكله الطبل نهار العواشر. كليت قتله ديال العصا بالتيو بالتقراص بالعضان، لان ماما هاجت ديك اللحظه تعصبات فقدات الاعصاب ديالها. ناضت ماما جمعات هذاك الشيء، هزات هذوك نضارب وقفاتهم لانهم كيقطروا، كرطات هذاك الشيء، سدات البوطه مزيان وخرجتها وطلقات الشراجم حلاتهم، الضوايه حلاتها باش ريحه الغاز تحيد. صورت 8 الليل وحنا باقي ما مشعلين لا بوطه لا والو، ما نقدروش نشعلوها. هادشي كله درتو بسبب انهم هما قالوا لي لا اليوم درتي قباحه انت غتبقاي. نورمالمون ما خاصهمش يخليوني، وانا عارفين اني كنت باغا نمشي نحضر داك العرس وباغا نمشي نشط انايا وانا من حقي بحالي بحال جميع الدراري الصغار، ولكن هما اختاروا يعاقبوني بطريقه غلطه. رغم انني كنقول لكم كنت كنبات بوحدي، ولكن عارفه راسي كنبات بوحدي حيت ما عندي حتى شي حد. ماما مسكينه خدامه، اختي كيديوها هما، خويا كيمشي يبات مع خوالي وتامو داكشي. فانا من النوع اللي كنت قريبه لماما بزاف، عزيزه عليا ماما، ما كنقدرش نبات بلا بها. فكانت كديني عند جداتي كنقول لها لا غير رجعيني، كنبقى نتركل
كنقول لها غير رجعيني ونبات بوحدي. كنت نبات بوحدي لانني عارفه ان مفهماني ماما انني بنيتي راني خدامه، راه غتبقاي بوحدك، مفهمها لي بطريقه زوينه. ولكن داك النهار هما خلاوني بوحدي الزكار زعما صافي درتي قباحه ما سمعتيش غنخليوك. انا هما شدوا معايا السكير من هاد الجهه، انا شديت سكير ودرت زبله اخرى من جهه اخرى، واخا كليت على ماكله طب نهار العواش. راه بعض المرات الاطفال الصغار راه عقلهم كيكون عقل شيطاني، الشيطان يستسلم قدامهم. فما تقولوش غنعاقبوا حكا غنحرموا من هاد الحاجه وتشدوا لي السكير، لا. راه ويلكم ثم ويلكم من الاطفال الصغار والافكار الجهنميه اللي كطيح عليهم الا مشيتوا حتى بغيتوا تعاقبوهم، وخصوصا الا كانوا مظلومين. فانا ديك الوقيته كنت كنقول انا ظلموني، انا اختي فعلت ليا وتركت ليا، انا ما اديتهاش هي اللي ظلمتني. فانا يعني داك التصرف اللي درته مع اختي غير ردة الفعل، هما ما شافوش داك ردة الفعل، ما شافوش التصرف اللي دارت اختي، شافوا غير ردة الفعل. كنقول علاش عاقبوني انا وما عاقبوش هي؟ فهمتوا؟ يعني حتى الوليدات من يتخاصموا لكم، من يضربوا لكم وليداتكم، حاولوا ما امكن ما تعاقبوش واحد تخليوه، اما تعاقبوهم بجوج يا اما تخليهم بجوج، تخاصموا عليهم بجوج ولا ما تخاصموش على حتى شي حد. لان دائما الدري ملي كيشوف فضلتي عليه واحد اخر، فنار الغيره ونار الحقد كتخليه يدير افكار جهنميه ويدير شي فعيل ما تطيحش على الجن، ما تطيحش عليه. حكايه عاودتها لكم اليوم هي بسيطه يمكن تجيكم عاديه، ولكن انا رقصت نعاودها لكم لان تجربه شخصيه، وبغيت نقول لكم كونوا قراب من وليداتكم، من وليدات خوتكم، من وليدات العائله، لان دائما ديك الفرسيات البساط راه كيكونوا واحد الحق دفين. راه ديك المعزه اللي كتفرقوا ما بين هذا عزيز عليا اكثر من خوه شويه، واخا كتوكلوه بنفس الماكله كتشربوه بنفس الشراب نفس كل شيء، راه الطفل كيحس بالله راه كتفضل عليه خوه اكثر منه شويه. حاولوا تكونوا عادلين، حاولوا تكونوا عادلين، ارجوكم ثم ارجوكم، لان هذا الشيء كيبان لكم نتوما شيء عادي، ولكن راه في الكبر ومع توالي الاعمار عاد غيبان لكم الفرق ديال داكشي اللي كنتو كديروا. عاودت لكم قصه شخصيه، مازال نعاود لكم قصه اخرى شخصيه هي، ولكن اليوم حبيت نعاود القضيه دي باش تاخذوا بعين الاعتبار ان الوليدات الصغار راه النفسيه ديالهم على المحك، فحاولوا عليهم.